السلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد. ان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل الكيك على البوتاجاز. ايوه، هنعمله على البوتاجاز يعني بدون فرن. تعالي شوف الكيكه وجمالها، الله على الجمال يا ولاد. شايفين الجمال يا ولاد؟ اللهم صل على النبي. الكيك بتاعنا عسل عسل، حاجة زي العسل. والله زي العسل. شايفين القمر؟ أنبوبة الغاز عندنا ب85 جنيه. هنعملها يا ستي على البوتاجاز وهنوفر الغاز. الكيكة بتاعتنا سهلة واقتصادية ونجاحها معاكي مضمون 100% بإذن الله. هخليكي أستاذة في الكيك. يلا بينا، اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نبدأ الفيديو سوا مع بعض ونقول بسم الله. معانا بولة ومصفى ناعمة، ودي الكوباية اللي هعاير بيها كل المقادير بتاعتي، وهستعمل دقيق لجميع الأغراض. هاخد منه كوباية ونص من الدقيق. هنزل عليهم ب3 معالق كبيرة هرمية من الكاكاو، والمعلقة تكون مليانة هرمية بالشكل ده زي ما هتشوفي معايا. ايوه كده بالضبط. والكاكاو اللي استعملته هو الكاكاو الخام الاسباني، بيدي طعم ولون خطير للكيك، وهتلاقيه في محلات العطارة او في مستلزمات الحلواني. وهنخل الدقيق مع الكاكاو بالشكل ده علشان ما يكونش فيه اي تكتلات، وكمان المرحلة دي هتساعد على هشاشة الكيكة معاكي. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار مليانين من النشا، والنشا هيخلي الكيكة معاكي ناعمة وطرية جدا وتدوب دوبان وانتي بتاكليها. هنقلب الكل مع بعضه بالشكل ده. والإضافة الأخيرة للدقيق وهي كيس من البيكنج باودر، لكن ما بحبش أفتحه دلوقتي. والمرحلة التانية بقى مرحلة استعمال الخلاط، وتقدري تستغني عن الخلاط وتستعملي المضرب اليدوي، لكن الخلاط طبعا هينجز معانا ونخلص بسرعة. وهننزل في الخلاط ب2 بيضة، وعليهم كيس من الفانيليا، وعليهم كوباية مليانة من السكر. وخلي بالك انا هضيف 3/4 كوباية من السكر. لو بتحبيها مسكرة ضيف الكوباية كاملة، بس 3/4 كوباية بيدي طعم مظبوط 100%، وتاكلي قطعة وتحسي انك عايزة تاكلي قطعة كمان. هنشغل الخلاط بتاعنا. عايزين السكر يدوب تماما مع البيض، وكمان الخليط كله يديكي لون ابيض فاتح بالشكل ده. هنوقف الخلاط بتاعنا وننزل بباقي المقادير. هنزل بكوباية كبيرة مليانة من اللبن، وطبعا المقادير بتاعتنا كلها بدرجة حرارة المكان، وبنعاير مقاديرنا بنفس الكوباية. هنزل بعد كده ب3/4 كوباية من الزيت، ويا ريت تستخدمي زيت نوعية نظيفة علشان طعم الكيكة يبقى ممتاز معاكي. ومعانا كمان رشة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة. بطرف المعلقة الصغيرة كده باخد رشة صغيرة من الملح. وهنشغل الخلاط بتاعنا لحد الكل ما يختلط بالشكل ده. خلي بالك انا بجري الفيديو علشان بس الفيديو ما يكونش طويل وتزهقوا مني. وبس خلاص كده هنوقف الخلاط بتاعنا ونركنه على جنب، ومعانا بقى بولة هنشتغل فيها. وفي المرحلة دي بقى انا هفتح كيس البيكنج باودر واضيفه للدقيق، واقلب الكل كده مع بعضه بالشكل ده. وبعد كده هنخل الدقيق مع الكاكاو مع النشا مع البيكنج باودر، وبنخله للمرة التانية علشان الكل يختلط مع بعضه ويدي هشاشة ممتازة للكيك بتاعنا بالشكل ده. حلو قوي كده. بعد كده هنجيب دورق الخلاط وننزل بالخليط بتاعنا على الدقيق، وفي المرحلة دي قلبي كويس علشان الدقيق يختفي تماما. بعد كده هجيب سباتيولا واقلب بيها الخليط بتاعنا علشان اتأكد ان مفيش دقيق في الجوانب او في قاع البولة بتاعتنا بالشكل ده. وفعلا لما قلبت بالسباتيولا كان فيه دقيق في جوانب البولة. لازم اقلب كويس جدا بالشكل ده. حلو قوي كده. والقوام خفيف كده زي ما انت شايفة. القوام هو ده القوام المطلوب اللي احنا عايزينه. لو القوام تقيل معاكي شوية تقدري تضيفي معلقتين من المية او معلقتين من اللبن. انا هسوي الكيكة بتاعتي في الحلة دي مقاس 24. جهزتها قبل ما ابدأ شغل في الكيكة. دهنتها بقطعة صغيرة من الزبدة، وبطنتها بمعلقة كبيرة مليانة من الدقيق، وعليها معلقة صغيرة من الكاكاو الخام اللي استعملناه في الكيكة. بعد كده هنزل بالخليط بتاعي كله في الحلة بالشكل ده، وهناخد الحلة ونروح على البوتاجاز. ويلا بينا علشان نشوف التسوية بتاعة الكيك بتاعنا. ومعانا بقى عصاية شيش طاووق بالشكل ده، وهقلب خليط الكيك بتاعنا في الحلة زي ما هتشوفيني كده.
تمام، حلو قوي كده. علشان ايه؟ علشان اتخلص من اي فقاقيع موجودة في خليط الكيك بتاعنا. ومعانا بقى فوطة مطبخ نضيفة، وهنغطي الحلة بالشكل ده، وكمان بغطا الحلة هنغطيها ونضغط عليه كويس بحيث يكون محكم بالشكل ده. مش عايزين اي تسريب للبخار السخن من داخل الحلة لخارج الحلة نهائي. طبعا مش هوصيكي، لازم تلمي الفوطة من الجوانب بالشكل ده، وده طبعا علشان الأمان. ركزي معايا بقى يا ست الكل، خلي بالك البوتاجاز بتاعنا في شعلة صغيرة وشعلة كبيرة وشعلة متوسطة وشعلة أكبر. أنا بختار الشعلة اللي تكون مناسبة مع قطر الحلة اللي استخدمتها للكيكة، يعني لا تكون صغيرة قوي ولا كبيرة زيادة عن اللزوم، تكون متوسطة بالشكل ده. وبحط شياطة على الشعلة زي ما انت شفتي معايا كده. لو ما عندكيش شياطة ممكن تستعملي غطا علبة السمنة، ولو ما عندكيش غطا علبة سمنة ممكن تستعملي ورقة من الفويل وتتنيها كام تانية بحيث انك تحطيها تحت الحلة. وده كله بنعمله ليه؟ علشان الكيكة ما تتحرقش معانا. وادي الكيكة بتاعتنا ما فتحتش عليها غير بعد 60 دقيقة بالضبط. هي بتاخد معايا 60 دقيقة، ممكن تاخد معاكي اقل، ده بيكون حسب الشعلة اللي اشتغلتي عليها. لازم النار بتاعة الشعلة تكون هادية جدا. وقبل ما اطفي النار على الكيكة لازم اختبرها بخلة بالشكل ده، والخلة طبعا لازم تطلع ناشفة وتكون نظيفة كمان. وكده خلاص البوتاجاز شكرا. وتعالوا بقى نقلب الكيكة بتاعتنا وهي لسه سخنة. الله على الكيكة وريحتها يا ولاد، ريحتها مالية المطبخ عندي ما شاء الله، تحفة. وشايفة كمان ارتفاعها ما شاء الله، ناجحة بكل المقاييس، ما فيهاش غلطة ولا لازقة في الحلة ولا أي حاجة. شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. شايفين ارتفاع الكيكة بتاعتنا؟ الكاميرا ظلماها. هقطع لكم قطعة علشان تشوفوا الجمال معايا. الكيكة ممكن تغطيها بصوص شوكولاتة، وممكن تعملي منها كمان أحلى تورتة لأنها طرية جدا وهشة وممتازة. شايفة الجمال؟ اللهم صل على النبي. طيب شايفين الكيكة طرية معانا ازاي؟ وشايفين قد ايه مرتفعة؟ شايفين قد ايه الكيكة ناجحة معانا؟ يا ريت بقى لو وصلتم معايا لهنا ما تنسوش لايك حلو كده للفيديو وتعليق حلو منكم علشان يشجعني، وكمان اشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد.